صدقني يا طارق الكلام معاها تاني مش هيجيب نتيجه، ولو جاب نتيجه هتبقى عكسيه. عشان خاطر يا مجدي حاول معاها تاني. انت مش قلت لي ان انا اكتر واحد بيفهم لؤلؤ؟ اهو من فهمي ليها اقدر اقول لك ان ما ينفعش نتكلم في موضوعك دلوقتي خالص. هي مش شايفه غير امها اللي لقيتها بعد ما غابت عنها من سنين. هي مش ماتت؟ لا، دي معاها دلوقتي في البيت. بس هو مين اللي قالك انها امها ماتت؟ ابوها سيد عدى عليا هنا وقال لي انها ماتت. ده راجل نصاب. هي مش حكي لك اللي عمل معاها من سنين؟ ايوه حكيت لي كتير عنه، بس ما كنتش اتوقع انه بالقذاره دي. جالي هنا هو وطلب اني اساعده، كان عاوز ميكروباص يشتغل عليه علشان ياكل منه عيش. فبصراحه اديت له شيك بتمن اكتر من تمن الميكروباص، قلت ابعده عن لؤلؤ والسلام عشان ما يضايقهاش. على العموم يا سيدي كتر خيرك، بس هو مش هيسكت على كده. هنبقى نشوف له صرفه بعدين. المهم انت ركز في شغلك دلوقتي وخلي الايام هي اللي تصلح بينكم ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ايه الاكل ده كله يا لؤلؤ؟ هو انت عازمه جيرانك اللي في القريه؟ اسمه كومباوند يا ماما. وبعدين انا مش عازمه حد، الاكل ده كله ليكي. ايوه يا حبيبتي، بس انا مش هاكل الاكل ده كله وحرام نرمي الباقي. ارمي ايه يا ماما؟ انت فاكراني ان انا مش عارفه قيمه النعمه؟ كل اللي تاكليه والباقي هوزعه على الامن بره في القريه. اسمه كومباوند يا لؤلؤ. كلي يا حبيبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. مدام، في مستر طه مهندس ديكور وصافي ستايلس مستنيين حضرتك. قولوا لهم يجوا يفطروا. حاضر يا مدام. انت بتفهمي كلامها ازاي الست دي؟ اول ما جت ما كنتش بفهم منها ولا كلمه، بس بعد كده اخترعنا لغه كده نفهمها احنا الاتنين. لما نقعد على رواقه افهمها لك. صباح الفل يا لؤلؤ. انا قلت اجيب معايا صباح ومكنه الخياطه عشان لو في حاجه عايزه تخيطيها دلوقتي. كويس. هو مش احنا اتفقنا ان احنا هنغير ديكور الفيلا كمان 3 شهور؟ امال جايباني على ملوش الصبح ليه كده؟ فطرت؟ لا. طب افطر، عشان ساعات المعده وهي فاضيه بتنقع على المخ بغباوه. افطر يا صافي، مدي ايدك يا صباح ما تتكسفيش. بصي يا هندسه، عارف الاوضه اللي فوق في اخر الطرقه؟ انهي هو ده؟ الاوضه اللي فيها بلكونه كبيره. مالها؟ بتسلم عليك وبتقولها خليني احلى اوضه في الفيلا. عايزاك تفورها لي. عايزه عفش جديد وتلفزيون كبير، وفور لي الحمام، وافتحها لي على الاوضه اللي جنبها. عايزاها اوسع اوضه في الفيلا. ايه ده كله؟ مين هيقعد في الاوضه دي بقى؟ هيقعد فيها اغلى واحده في حياتي. ما عرفتكوش. امي. ايه مالكوا بتبصوا لبعض كده ليه؟ كنا مفترقين وتلاقينا. وبعدين انتوا مالكوا اصلا؟ احنا والله ما سالنا يا لؤلؤ. استني، انت دورك ما جاش. هتخلصي القصه دي في قد ايه؟ يعني اسبوعين كده على الاقل. 3 ايام وتسلمني مفتاح الاوضه. ازاي؟ خلص الكلام. جبتي كتالوجات الأقمشة؟ ايوه استاذه. اتفضلي. وريني. بصي يا ماما، ايه رأيك في الألوان دي؟ حلوه. لايه؟ ليكي يا حبيبتي. عايزة أفصل لك كام طقم جداد. معقول يا لؤلؤ بعد العمر ده هلبس الالوان الملعلعه دي؟ ما يصحش، انا كبرت على كده. ومين بقى اللي قال ما يصحش؟ الزمن يا لؤلؤ. الزمن ده يا ماما احنا اللي نقول له ايه اللي يصح وايه اللي ما يصحش. وبعدين تعالي، هي مين دي اللي كبرت؟ انت عارفه انت لو طلعتي معايا بره المعجبين هيسيبوني ويجوا لك انت. صافي، عايزاكي تفطري وتطلعي فوق الاوضه تاخدي مقاسات الاستاذه. عايزه لما طه يخلص الاوضه مش عايزه الاقي حته فاضيه في الدولاب من الهدوم. بس احنا كده لازم نبدا دلوقتي. ما تبداي وانا مكتفاكي. اطلعي حطي حاجتك في اوضتي حاضر. على ما الحاجه تشرب كوبايه الشاي. وانت يا بتاع الاسبوعين ايه؟ اطلع ابدا، هبعت لك سندوتشات فوق. يا ست حاضر. شكلهم بيحبوك يا لؤلؤ رغم انك عماله تشخطي فيهم. ما انا لازم يا ماما اشد مع الناس اللي بتشتغل معايا، بس يعني بالهداوه. طرقع وطبطب. شاطره. مدام امنه بره بيقول ان في واحد بره بيقول انه باباكي. اطلعي بره وقولي للامن ان لو رجله خدت باب الكومباوند هيشوفوا مني وش مش هيعجبهم. حاضر. يلا بسرعه. والنبي يا حبيبتي تهدي وما تعصبيش نفسك. الله يخرب بيتك يا سيد، ربنا ياخدك ويريحنا منك يا رب. الراجل يا اختي بيقلب الفرح نكد. ما تخافيش يا ماما، انا مش هسيب حد ابدا يكسر فرحتنا ببعض. الله يا جدع انت بتزقني.
بقول لك انا ابو النجمه لؤلؤ وجاي لها. طب قسما بالله العظيم لما ادخل لها لا خليها تلفدك. يا استاذ ما ينفعش، انا ما عنديش اوامر ادخلك. لما تكلمني وتقول لي ادخلك هوصل سعادتك لحد باب البيت. لا اله الا الله، ما انا بقول لك انا بكلمها ما بتردش عليا. تعال انت بس دخلني لحد جوه وانا اسمعك بودانك ديت ان هي اللي قالت لي تعالى لي. الناس اللي عند النجمه جوه هم اللي كلمونا قالوا انت ما تدخلش. طب قسما بالله العظيم لا شردها قدام جيرانها. الصوت قسما بالله لا هفضحها. ينفع كده لؤلؤ يا ناس يا خالي اهو يا ام جمالات. انا ابو الست لؤلؤ النجمه الكبيره، مش هينفع اللي وهي بتعمله ده. سايباني في الشارع ورمياني ومش لاقي اكل. بقول لك يا راجل انت ما جيش تعمل الشويتين دول هنا، همسح بكرامتك الارض. وكمان جايبه لي ناس يضربوني. اوعى يا عم ترى يا جدعان، هو مفيش كاميرات هنا تصور اللي بيحصل لي دوت عشان انزله على النت وافضحها؟ يا جدعان يا جيران لؤلؤ ما تلم نفسك يالا. نبيل هات الراجل ده. تعالى ماشي اركب. حاضر يا عم هركب. اركب. انت بقى سيد ابو لؤلؤ؟ ايوه يا باشا. هتعملوا فيها ايه؟ خد الشنطه دي دي ليا باللي فيها. باللي فيها يا باشا. دي فيها فلوس سعادتك. متشكرين يا باشا من يد من عدمها. الو ايوه يا سياده المقدم. والله يا اسف يا سياده العقيد، الف مبروك. معرفش والله، احنا مسكنا حرامي وكان سارق الشنطه بتاعتي وكان فيها فلوس كتير وعليها بصماته كمان. يا لهوي والله ما عملت حاجه يا باشا، قسما بالله ما عملت حاجه. طب انا هكلم حضرتك كمان شويه يا باشا. لا 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 مفيش داعي تبعت قوه تاخده ولا حاجه، احنا متحفظين عليه والرجاله بتاعتي ماسكين. 5 دقايق بس هكلمك. ممكن كمان 5 دقايق يا سيد اضيع 5 سنين من عمرك، ايه رايك؟ يا باشا بالله عليك انا خدامك، بس بلاش تجيب الحكومه تاخدنا يا باشا. انا راجل كبير ومش حمل الحجز ولا نومه البرش يا باشا. يعني هتسمع الكلام يا سيد؟ هو سمعه يا باشا. الشارع ده ما تمشيش فيه تاني، ولؤلؤ تنساها خالص، ولو راكب توك توك ومشغل اغنيه لؤلؤ تنزل منه بسرعه. سمعت الكلام وحفظته يا سيد؟ واسمعه لك صم يا باشا، بس بالله عليك سيبني امشي. سيد احبسك. بلاش يا باشا بلاش. سيبه يا نبيل. انزل. حاضر يا باشا حاضر. حاضر ما هو انا نزلت اهو. توكل على الله. خلاص ماشي. يا حبيبتي افتحي عشان خاطري، انتي بقالك يومين ما كلتيش. منا عشان خاطري. الو. الو هانم، البنت مش عايزه تدخلني القصر جوه وبعتت لي ناس عشان يضربوني. ما تتحرق انت وبنتك وسنينكوا السودا كلها. انا مالي انا ومال الموضوع ده؟ ما تسيبوني في حالي يا اخي، كفايه اللي انا فيه. الله الله، هي مالها اشتقت مره واحده كده ليه؟ الله يخرب بيت ابوكوا كلكم. تصدق كان عندك حق، الخروجه دي فرقت معايا قوي قوي. يا كمالي انا كان ناقص اجيب ناس تخطفك عشان نخرج. الله، طب وما عملتش كده ليه؟ مش كنت تجيبهم يخطفوني؟ والله انا بتكلم بجد، فعلا الخروجه دي فرقت معايا، لان انا عماله افكر احنا امتى اخر مره خرجنا فيها مع بعض. تصدقي مش فاكر. انا عارفه ان انا الفتره اللي فاتت كنت نرفوزه قوي وعصبيه، بس صدقني عمري ما زعلت منك ابدا. محدش يزعل مني. طبعا عشان انت اطيب راجل في الدنيا. وبصراحه يعني عمري ما كنت هلاقي حد يستحمل كل اللي انا كنت فيه ده غيرك انت، عشان كده بحبك قوي يا منور. تصدقي انت بكلامك الحلو ده بتفكريني باول يوم انا شفتك فيه. ما تفكرنيش، ده كان اول اعلان لشركتك، قعدنا نرغي مع بعض 4 ساعات، مشيت من غير ما نتفق على اي حاجه في الشغل. طب اقول لك على سر، ان ما كانش في اي اعلان ولا اي حاجه خالص. ايوه كل السنين دي انا ما قلتلكيش الحقيقه دي. طب اقول لك على حاجه كمان. قول. ان انا كنت بحضر لك كل حفلاتك، واول ما سمعتك وشفتك على المسرح وانا قلت الصوت ده لازم اسمعه كل يوم. اتعلقت بيكي قوي قوي يا كمان. يا منير، ليه ما قلتليش كل الكلام الحلو ده من زمان؟ انا كنت محتاجاه قوي قوي. يا حياتي يا نور عيني، انت نور عيني يا كمان.
عايزين نخرج كده كتير. ها على طول على طول هدلعك. بص بقى كل اللي جاي كله دلع. ايوه انا محتاجه اللي جاي أتدلع. كله دلع.